خرج الدولي المغربي نصير مزراوي ونجم بايرن ميونخ بأول تصريح له بعد إصابته الأخيرة في القلب، وأستبعد عودته للملاعب في وقت قريب، مؤكدا احتمالية امتداد غيابه لأكثر من شهر آخر. وخلال تصريحات لصحيفة AZ الهولندية، قال الدولي المغربي: أنا بخير، لكن غير مسموح لي بالقيام بأي شيء في الوقت الراهن، ممنوع عليه أي أجهاد كيفما كان نوعه. وأكد نجم المنتخب الوطني المغربي مزراوي أنه ممنوع من التدرب بأي شكل لفترة قد تصل إلى 6 أسابيع، فهي ليست إصابة عادية بلا حساسة كثيرا على القلب، وبالتالي يتحتم علينا توخي الحذر خوفا من تفاقم الوضع الصحي. ومن المحتمل أن يخضع ظهير بايرن ميونخ لفحوصات طبية جديدة مطلع الأسبوع المقبل لمعرفة آخر تطورات حالة الصحية لأتخاذ بعض أجراءات الآخر. وأصيب صاحب 25 عاما بفيروس انفلونزا خلال تواجده مع منتخب لسود الإطلسة في مونديال قطر، والتي عرفت وصول المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي البطولة، ليتبين بعد ذلك إصابته بالتهاب خفيف في التامور. وبعد عودته إلى فريقه بايرن ميونخ رفض إدانة الطاقم الطبي للمنتخب المغربي بعد الانتقادات التي تعرض لها، حيث كانت إدارة الفريق البافاري تستعد لإرجاعه إلى ألمانيا دون خوضه أغلب مباريات البطولة خوفا على سلامته، بعدما قال أن كافة الفحوصات التي خضعت لها في كأس العالم لم تظهر أي مشكلة، وبالتالي كان بإمكان اللعب.